إذا خالك صدر ديوان. هو يقول نعم. إذا خالك صدر ديوان وعمك قاعد بصفه وابوك يصير على اليمنى واخوك العود على اليسرى، وين يصير مقعادك من تجبل على الديوان؟ تقعد بالصدر او تقعد بنصه؟ ويا الشاعر رد النبهايه يا شاعر. احسنت. فانا من مكاني ورديت عليه ووصلتها إليه، قلت له إذا ذولا هل أمتاز بيهم ستر للخلة وموش نصير كنا شيوخ وعلى الخوان نتعلم، أقعد حتى لو بالباب واسم الوادم الجله، اصير معذب الخطار قوما وانقل الدله وتنومس خادم الاخوان وتنومس. سولفت لي مره سالفه اكو شلون اللي يطلع على خاله ويطلع على عمامه بيربح. فرد اسمعها منك بخدمتك. استغفر الله. هذا اكو شايب قعدت يمه زين، قال لي ابويا البزره 3 اشكال. قلت له شلون؟ قال لي ربح وخساره وراس مال. نعم. قلت له شلون؟ قال الربح من يطلع الولد احسن من ابوه. والخساره لما يطلع لا العمه ولا الخاله ولا الابوه. زين. وراس المال من يطلع مثل اهله، هذا راس مال. فانا قلت هاي استغلها اكتب أحسن. عليها. قلت شايب سولفالي والبختين قال الخلفه من تعدها تصير 3 اشكال. الله. ربح بيها وخساره وقسم راس المال. الربح زاد على ابوه وشاد لها اشكال، وبيه يصير مثله وهم يمشي الحال. الله. الخساره لا العمه ولا طلع على الخال. الله. والنجم يبين بالساحه والنجم يبين. احسنت يا ابو علي. الله يحفظك.